السر في خلود ثورة الإمام الحسين؟ ما الذي أعطاها كل هذا الخلود وكأنما الحادثة قد حدثت للتو؟ طبعا المسألة فيها جانب غيبي، اللمسة الغيبية موجودة، ولذلك فقط قضية الحسين هي إلى اليوم يتفاعل معها عاطفيا. نعم. حتى في الأطراف الأخرى، يعني حتى في المذاهب الأديان الأخرى تصل القضية إلى الإمام الحسين عليه السلام يقف كل شيء، تصبح اللغة لغة الدموع. لذلك في الرواية المعروفة أنا قتيل العبرة. يعني إلى يومنا هذا حتى الذي لا يعرف شيئا عن الحسين يتفاعل مع القضية. أنا قبل سنة تحديدا كنت في مصر، ذهبت مع أحد الإخوان المشايخ، كانت عندنا قضية هناك، ففي مطعم كنا وجاءت أخت مصرية وبدأت تتكلم من هنا ومن هناك، فصار الكلام أننا سنريد أن نذهب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. فهي لا تعرف شيء عن الحسين. قالت أنا أعرف سيدنا الحسين، مدد يا سيدنا الحسين، هذا لا أعرف. فقط قمت بتشغيل مقطع من مسلسل المختار، مسلسل معروف، تحديدا مقتل قتل عبد الله الرضيع. نعم. بمجرد أن رأت المقطع انفجرت بالبكاء، بكاء عجيب، كأن يعني حادثة وقعت أمامها الآن. مباشرة طلبت مني مصادر للمقتل، كيف ممكن أن تقرأ سيرة الحسين، هل الحسين بالفعل مدفون عنده، الآن سأزور الحسين. عجيب التفاعل. وجربت هذه القضية في أكثر من دولة مع ناس أصلا لا علاقة لهم بالدين، تصل القضية إلى مسألة الحسين، شوف التفاعل عجيب. فالجانب الغيبي موجود، هذا الجانب. نعم. عندنا جوانب أخرى وهي قضية عظمة هذا الشخص الحسين عليه السلام. أنت ذكرت قضية فخ، اسمه نعم. طبعا الحسين بن علي صاحب فخ. مهما بلغ في عظمته في جلاله لا يصل إلى الحسين بن علي بن فاطمة، لا يصل. خلود القضية بعظمة صاحبها وبعظمة المبادئ التي نادى بها. قضية فخ هي ثورة سياسية، احتلوا المدينة، نعم، صار احتلال للمدينة. قضية الحسين لا، كان عنده مبادئ. الإمام الحسين لم يكن يريد القتال، لذلك خطأ من قال أنه جهاد، لم يكن يريد القتال. إلى يوم عاشوراء أقام عليهم كل حجة كل برهان وأبوا إلا أن يقتلوه. هذا الرجل لم يخرج لسلطان ولا لحكم، هذه القراءة العباسية الأموية، وإنما خرج لطلب الإصلاح. ويا قوم هذا الإصلاح أردتموه كان بها، لم تريدوه أرجعوا إلى حرم جدي. فلذلك القضية تفاصيلها تجعلنا أمام شخص دفع دمه في مقابل مبادئ، وليس دمه فقط، دمه هو دم كل من معه. هذا في التاريخ البشري قليل، بل نادر، بل لا وجود لمثل هذه التضحية. فخلودها من عظمة صاحبها ومن عظمة التضحية التي حصلت هناك. أتته زينب بابنه عبد الله وأمه الرباب وقد غارت عيناه من العطش، فأخذ يقبله ويقول بعدا لهؤلاء القوم، إذا كان جدك المصطفى خصمهم. ثم أتى به نحو القوم يطلب له الماء، فرماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء، فلم تسقط منه قطرة واحدة. ثم قال الحسين هون ما نزل بي، إنه بعين الله تعالى، اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح.